طيب تعالوا كده نبص مع بعض على الفايل ده. الفايل ده يا شباب اسمه score distribution، يعني فايل موضحين فيه توزيع الدرجات الخاص بكل سؤال في الاختبار. فتعالوا كده نبص عليه ونفهمه سوا. طيب أول حاجة احنا اتفقنا إن الامتحان بيختبرك في 4 مهارات. أول مهارة هي مهارة السبيكينج، وتاني مهارة هي مهارة الرايتنج، وبعد كده عندنا مهارة الريدنج، وآخر حاجة خالص عندنا هي مهارة الليسننج. واتفقنا أيضا إننا عندنا 22 سؤال في الاختبار، وال 22 سؤال دول مقسمين كالآتي. أول حاجة عندنا 7 أسئلة في سيكشن السبيكينج، وبعد كده عندنا سؤالين في سيكشن الرايتنج، وبعد كده عندنا 5 أسئلة في سيكشن الريدنج، وآخر حاجة خالص عندنا 8 أسئلة في سيكشن الليسننج. طيب كنا احنا قلنا ان الاسئله اللي متعلم عليها باللون الاخضر هي اسئله extremely important او اسئله مهمه جدا جدا. زي ما قلنا قبل كده احنا عندنا 7 اسئله في الاختبار بنقول عليهم مهمين جدا جدا، وده لان 60% من درجتك في الاختبار بتيجي من ال7 اسئله دول. لذلك احنا اطلقنا عليهم لقب ذا بيج 7. طيب خلينا كده نوضح الأمر أكتر وناخد مثال. يعني مثلا عندنا سؤال زي سؤال repeat sentence. السؤال ده يا شباب فكرته إن هو بيسمعك جملة وبيطلب منك إن أنت تعيد الجملة اللي أنت لسه سامعها. يعني مثلا هيسمعك جملة بتقول after I graduated from college I spent 2 years looking for a job. فأنت هتسمع الجملة وتعيد وراه وتقول after I graduated from college I spent 2 years looking for a job. في السؤال ده يا شباب هو اختبرك في مهارتين. أول حاجة اختبرك في مهارة الليسننج لما سمعك الجملة، وبعد كده اختبرك في مهارة السبيكينج لما طلب منك ان انت تعيد الجملة اللي انت لسه سامعها. طيب هو ايه معنى الارقام اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشة الكتير دي؟ كنا اتفقنا قبل كده ان كل مهارة عندنا في الاختبار بتتصحح من 90. يعني السبيكينج بيتصحح من 90، والرايتنج من 90، والريدنج من 90، وايضا الليسننج بيتصحح من 90. ولكن انت لو دخلت الاختبار وما حلتش اي حاجة هتلاقيه ادالك 10 من 90. يعني لو دخلت الاختبار وقعدت تدوس نكست 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 من غير ما تحل اي حاجة هتلاقيه في الاخر ادالك 10. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا عندنا كده 80 نقطة في كل مهارة، هم دول اللي احنا فعليا بنتحاسب عليهم. لذلك انت لو جيت جمعت كل الدرجات اللي موجودة في عمود السبيكنج لحد الآخر هتلاقيهم 80. وبرضه نفس الشيء لو جمعت كل الدرجات اللي موجودة في عمود الرايتنج لحد الآخر برضه هتلاقيهم 80. ونفس الفكرة برضو في الريدنج لو جمعتهم هتلاقيهم 80، وبرضو نفس الفكرة في الليسننج لو جمعتهم هتلاقيهم 80. طيب هو جه بقى هنا قالك ايه؟ قالك ان السؤال ده اللي هو repeat sentence بيديلك 12 نقطة من ال 80 نقطة بتوع السبيكنج، ونفس الفكرة جه قالك ان السؤال ده اللي هو repeat sentence بيديلك 13 نقطة من ال 80 نقطة بتوع الليسننج. يعني لو احنا جينا حسبناها بالنسبة المئوية هنلاقي ان سؤال repeat sentence مسؤول عن 17% من درجتك في الليسننج. يبقى سؤال repeat sentence بيديلك 12 نقطة من ال 80 نقطة بتوع السبيكنج، وبيديلك 13 نقطة من ال 80 نقطة بتوع الليسننج. طيب عندنا مثلا سؤال تاني احنا برضو معلمين عليه باللون الأخضر which means ان هو extremely important أو مهم جدا جدا. هو سؤال describe image. السؤال ده يا شباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السؤال ده بيديلك 25 نقطة من ال 80 نقطة بتوع السبيكنج، يعني تقريبا السؤال ده مسؤول عن ربع درجتك في جزء السبيكنج. describe image فكرته ان هو بيجيب لك صورة وبيطلب منك ان انت توصف الصورة اللي هو جايبها لك. فهو هنا في السؤال ده هو ما طلبش منك غير ان انت تستخدم مهارة واحدة بس، هي مهارة السبيكنج. انت هتبص على الصورة وبعد كده تبدأ ان انت توصفها. وجي قال لك ان السؤال ده مسؤول عن ما يقرب من ربع درجتك في مهارة السبيكنج. بيدي لك 25 نقطة من ال 80 نقطة بتوع السبيكنج. طيب تعالوا كده ناخد سؤال من الأسئلة اللي احنا معلمين عليها باللون الأحمر، وليكن مثلا سؤال زي select missing word. السؤال ده يا شباب لو انت جيت بصيت هتلاقي ان السؤال ده بيديلك نقطة واحدة من ال 80 نقطة بتوع الليسننج. فبالتالي احنا بنقول عليه سؤال not important، يعني سؤال غير مهم. طيب احنا ليه بنتعرف على الأسئلة المهمة والأسئلة الغير مهمة؟ الفكرة كلها ان احنا عايزينك تذاكر بذكاء. الأسئلة المهمة هتديلها وقت أكبر في المذاكرة وهتديلها وقت أكبر في الامتحان، في حين ان الأسئلة الغير مهمة مش هتديلها نفس القدر من الأهمية لا في المذاكرة ولا في الامتحان. هنتعرف عليها برضو ونعرف التكنيكس بتاعتها ونعرف ازاي نحلها، ولكن لازم تكون عارف ان الأولوية في المذاكرة دايما بتكون للأسئلة الأهم. تعالوا دلوقتي يا شباب نعرف ايه هم اهم 7 اسئلة عندنا في الاختبار وليه احنا بنقول انهم مهمين. بالمناسبة يا جماعة احنا الفايل ده هنشاركه معاكم على الجروب. اول حاجة عندنا سؤال summarize written text. السؤال ده يا شباب مسؤول عن 28% من درجتك في الرايتنج و22% من درجتك في الريدنج. بعد كده عندنا سؤال summarize group discussion، دي شوية في الأهمية. ده مسؤول عن 19% من درجتك في السبيكينج و19% من درجتك في الليسننج. بعد كده عندنا سؤال write from dictation، ده مسؤول عن 23% من درجتك في الرايتنج و12% من درجتك في الليسننج. بعد كده عندنا describe image، ده مسؤول عن 31% من درجتك في section the speaking.
وبعد كده عندنا ال repeat sentence، ده مسؤول عن 16% من درجتك في ال speaking و17% من درجتك في ال listening. بعد كده عندنا ال write essay، ده مسؤول عن 31% من درجتك في ال writing. وعندنا آخر سؤال اسمه fill in the blank drop down menu، ده مسؤول عن 27% من درجتك في جزء ال reading.